فنان كبير ومخضرم في مسيرة الغناء على مر عقود، يحيي الكثير من الحفلات والأعراس، يصطحب ابنه في حلقتنا اليوم اللي ماشي على نفس الدرب الفني والغنى، وفي حقهم يقال هذا الشبل من ذاك الأسد. احنا بعدنا موجودين بالساحة الفنية عم نغني، لكن زي ما بقولوا الشباب، دور الشباب إياد اللي بقدر أقول لك إنه لا يشق له غبار، يعني حاطط بصمته جيد في السوق. هات نشوف تخطياتك للمستقبل، إيش عم بتخطط لنا؟ للمستقبل فيه والله أنا بصراحة يعني ما بخبيش عليك في أشياء كتير إسا عم بشتغل عليها. إن شاء الله عم بعمل يعني تقريبا صار جاهز 7 أغاني خاصة من شغل كتاب وملحنون اللي هن من لبنان. عم بتعامل مع لبنانية، مع استوديوهات بلبنان، وعرفونا شوي في العالم العربي. لكن العالم العربي إذا إحنا بنصل إله يعني هاي قفزة مش هوينة، لكن إحنا لقينا الهوية تاعتنا فقط هون، والهوية تاعتنا مسرح الغناء الإعراس. أيوة بس ماشي. مرت حلم مرت يا ولادي، لقيت الظلم مزروع ببلادي. أعزائي المشاهدين، نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا من حكاية فنان مع الفنان وليد عابد وابنه إياد العابد. إن اللقاء متجدد بحلقة جديدة. من لكم أحلى تحية، والى اللقاء.